الفيديو اللي فات وقفنا ساعتها قبل ما نبدأ نلزق السكيب، والنهاردة وصلنا للمرحلة اللي كل التفاصيل الصغيرة تبدأ تظهر فيها، مرحلة التثبيت. الجزء ده من الشغل بيبان بسيط، بس هو فعلا أهم خطوة في نجاح أي سكيب، لأن هنا بنربط كل قطعة في مكانها ونخلق الشكل النهائي اللي هيبقى ثابت لسنين. بنبدأ الأول نرتب الصخور والخشب في اتجاه اللي كنا راسمينه في دماغنا، نجرب نبدل نقرب المسافات ونسيب دايما فراغات صغيرة ما بين العناصر عشان التوازن البصري يبقى طبيعي. وبعد كده بنبدأ نثبت. الطريقة سهلة جدا بس لازم تتعمل بإيد ثابتة وتركيز. بنجيب شوية قطن أو مناديل ونبدأ نحشي بيهم الفراغات الصغيرة ما بين الصخور والخشب. الحركة دي بتعمل دعم داخلي وتخلي السوبر جلو يمسك تمام. بعدها بنحط نقطة صغيرة من السوبر جلو على القطن أو المناديل، ومع أول لمسة الدنيا بتتثبت وكأنها قطعة واحدة من غير ما تشوه الشكل العام. ودلوقتي بنركب الخشب في بعض بعناية علشان يدينا الشكل اللي احنا عايزينه بالظبط. كل تعديل بسيط في اتجاه أو زاوية بيفرق في شكل الحوض كله، وده اللي بيخلي النتيجة الطبيعية النهائية متناغمة. بص هنا كل مرة بنجرب فيها حركة جديدة أو بنغير مكان صخرة بيبان الفرق على طول في التكوين لحد ما بنوصل للقطة اللي كل ما نحس فيها إن أيوة كده تمام دي الصورة اللي كنا متخيلينها بنسب نتيجة والشكل مبشر جدا. أنا يوسف وحيد، وده جزء صغير من رحلة كبيرة. سلام.